السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنحل أسئلة كتاب الباهر الخاص بمادة اللغة الإنجليزية لعام 2027 الترم الأول. هنحلها مع بعض بكل سهولة، لكن قبل ما نبدأ أتمنى من الكل يدعمني ويعمل لايك وشير للفيديو. هنبدأ أول حاجة مع بعض ببيج 7. هنا عندنا بيقول choose small fish in the Nile river eat. السمك الصغير في نهر النيل بياكل ايه؟ بياكل water weeds اللي هي الحشائش او الاعشاب المائية. birds eat small fish and الطيور بتاكل السمك صغير. وايه تاني؟ و insects الحشرات. number 3 بيقول eat fish birds and sometimes larger animals. بياكل سمك طيور وبعض الاوقات الحيوانات الكبيرة. طبعا ده عندنا الكروكودايلز التمساح. crocodiles are the نقط of the Nile. طبعا ده بيكون kings of the Nile، بيكون عندنا ملك النيل. all animals in the river find food too. كل الحيوانات في النهر بتجد الطعام عشان ايه؟ to survive علشان تعيش او تبقى على قيد الحياة يعني. number 6 each animal has an important. كل حيوان بيكون ليه دور. كل حيوان بيكون ليه ايه؟ عندنا important role يعني دور مهم. we must نقط the river مفروض ان احنا protect يجب علينا نحمي النهر. بعد كده معايا هنا activity على الليسون 1. السؤال الاستماع مش بحل، تعالى نحل مع بعض تشوز. نمبر 1 بيقول small fish in the Nile river eat. السمك الصغير في نهر النيل بياكل ايه؟ قلنا بياكل الوتر ويدز. نمبر 2 بيقول fly around the flowers in the garden. مين اللي بيطير حول الأزهار في الحديقة؟ طبعا insects الحشرات. نمبر 3 are called the king of the Nile. طبعا الكروكودايلز هي اسمها ملك النيل. different animals should find their food too. حيوانات مختلفة يجب ان هي تجد الطعام بتاعها to on survive عشان تبقى على قيد الحياة. number 5 small fish in the Nile are so. السمك الصغير في النهر بيكون so ايه؟ هقول so colorful يعني بيكون ملون او جميل يعني. birds eat small fish. الطيور بتاكل السمك الصغير and even plants near the river. حتى النبات اللي بالقرب من النهر. يبقى عندنا الطيور بتاكل السمك الصغير، وايه تاني عندنا؟ والانسيكتس الحشرات، والنباتات اللي بالقرب من النهر. number 7 بيقول hunt large animal in or near the water. بتصطاد الحيوانات الكبيرة أو القرب من المية. طبعا دي عندنا الكروكودايلز التماسيح. number 8 the small plants in the water are called. النبات الصغير في المية ده اسمه قلنا water weeds حشائش المائية. number 9 بيقول huge crocodiles are. التماسيح الضخمة بتكون ايه؟ طبعا بتكون scary يعني بتكون مخيفة. كانت معايا بيج 8. بعد كده تعالوا مع بعض نحل بيج 9. عندنا هنا بيقول we must نقط the river مفروض نعمل protect يعني نحمي النهر. اللي بعده read and complete. جايب water wheels الأعشاب المائية، crocodiles تماسيح، نايل النيل، hunt يصطاد، survive يبقى على قيد الحياة. There are many rivers around the world. يوجد العديد من الأنهار حول العالم. The نقط is one of the longest river in the world. طبعا عندنا the Nile اللي هو النيل واحد من أطول الأنهار في العالم. It's home to many different animals. إنه بيكون موطن للعديد من الحيوانات المختلفة. عندنا هنا بيقول لك ايه؟ نقط are strong and dangerous. مين اللي بتكون عندنا قوية وخطيرة؟ الكروكودايلز التماسيح. زي نقط large animals in or near the water. قالك عندنا هي ايه؟ هي عندنا hunt يعني بتصطاد الحيوانات الكبيرة، او عندنا يصطادوا الحيوانات الكبيرة في او بالقرب من المياه. small fish in the river eat. السمك الصغير بياكل ايه؟ قلنا عندنا بياكل الوتر ويدز الأعشاب المائية. بعد كده معايا الفقرة بيقول one day في يوم أحمد and ليلى were standing near the Nile river. كانوا واقفين يعني بالقرب من نهر النيل. watching the animals يعني بيشاهدوا الحيوانات. أحمد was surprised to learn that small fish eat plants in the water. أحمد كان مندهش إن هو يتعلم عن السمك الصغير إن هو بياكل نبات في المياه. while birds eat fish and insects.
بينما الطيور بتاكل السمك والحشرات. ليلى also told him that crocodiles eat bigger animals. ليلى أيضا يعني أخبرته إن التماسيح بتاكل الحيوانات الكبيرة. At the end في النهاية they agreed that every animal has an important role. في النهاية كلهم متفقين إن كل حيوان ليه دور مهم. So people must protect the river. لذلك الناس يجب عليها حماية النهر. السؤال بيقول أحمد and ليلى were standing near the كانوا واقفين فين؟ قلنا بالقرب من نهر النيل، من النايل ريفر. birds eat fish الطيور بتاكل السمك. وايه تاني عندنا؟ insects الحشرات. نمبر 3 بيقول what do small fish eat السمك الصغير بياكل ايه؟ معايا اهو قالك small fish eat plants in the water بياكل نباتات، فدي اجابة السؤال نمبر 3. نمبر 4 what do crocodiles eat التماسيح بتاكل ايه؟ تعالوا معايا قلنا الكروكودايل bigger animals بتاكل الحيوانات الكبيرة، فدي نمبر 4. نمبر 5 what does every animal have كل حيوان بيكون ليه ايه؟ قلنا عندنا بيكون ليه important role يعني بيكون ليه دور مهم، فدي كده عندنا إجابة السؤال نمبر 5. تعالوا بعد كده هنحل مع بعض دي بيج 10. السؤال هنا خاص بالترتيب. هقول أول حاجة we must protect the Nile يجب علينا حماية النيل. طب هنا هقول what هقول هنا do small fish eat. اللي بعده هقول له هنا small fish eat water weeds. اللي بعده هقول له the Nile is one of هقول the longest اقول له rivers كده كام 6 in the world دي كام عندنا 8 بس كده. هقول له هنا عندنا الكروكودايلز are the kings كده كام 4 of the Nile وطبعا بنحط في الاخر نقطة. طب هنا عندنا اول حاجة البانكيتوت هنبدأ عندنا بحرف البي وبعدين نحط نقطة هنكمل الجملة بتاعتنا كاملة. هنا سؤال طبعا بيبدأ بكابيتال وفي الاخر علامة استفهام وبنكمل الجملة. هنا معايا جراف عن ذا نايل ريفر عن نهر النيل. هنا كاتب longest river اطول نهر home to موطن ليه فيش سمك كروكودايل يعني التماسيح. تعالوا كده نكتب الباراجراف. هنا هنقول the Nile River is a wonderful place. It's the longest river in the world. The Nile is home to many fish and large crocodiles. We must always احنا دائما protect our great river and keep it clean for everyone. يعني المفروض ان احنا نحافظ عليه ونحمي النهر ده علشان يكون نظيف لكل واحد مننا. اتمنى اللي وصل معايا لحد هنا يعمل لايك وشير للفيديو علشان اقدر انزل لكم حل الكتاب كله بالكامل. تعالوا بعد كده معايا نبدأ نحل كده بيج 13. الجزئية دي بتتكلم عن زمن المضارع البسيط. انا نزلت فيديو على القناة في شرح زمن المضارع البسيط بالتفصيل. الفيديو ده مهم جدا 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 في كل الاساسيات. اللي هيسمع الفيديو ده ان شاء الله هيتقن الزمن ده بشكل اكثر من ممتاز. لكم لينك الفيديو في اول تعليق مثبت تحت الفيديو ده. تمام. تعالوا معايا هنا طبعا انا هحل على طول ويعني ممكن اشرح بس اجزاء بسيطة في التمارين اللي قدامنا دي. هنا بيقول lions eat only meat الاسود بتاكل لحمة فقط. they not eat grass. بصوا معايا هنا هو بيقولك ان الاسود بتاكل لحمة فقط يبقى بالتالي معايا هما ما بياكلوش اعشاب او العشب يعني يبقى هقول له hey they never eat grass. نمبر 2 الديزرت animals not find food حيوانات الصحراء ايه عندنا تجد الطعام always يعني دائما بتجد الطعام. نمبر 3 بيقول الكاونز ايه الجراس. طبعا هنا عندنا ظرف التكرار وبعد كده بحط الفعل لازم احط ظرف التكرار وبعدين الفعل. فانا عندي هنا ظرف التكرار والفعل لكن هنا الفعل وظرف التكرار ما ينفعش. هنا الفعل الاول ما ينفعش هنا الفعل الاول ما ينفعش يبقى لازم احط الاول الظرف وبعدين الفعل. نمبر 4 بيقول snakes eat small animals like rats الثعابين بتاكل الحيوانات الصغيرة زي الفئران. هقول له often يعني غالبا.
Number 5 الكاملز store water in their bodies. الجمال بتخزن المية في أجسامها، فبالتالي هقوله إن هي always، يعني دايما الجمال بتخزن المية في الأجسام بتاعتها. الليزرز نقط dangerous، عندنا هنا ظرف التكرار وفيرب تو بي، قلنا نحط الأول فيرب تو بي وبعدين ظرف التكرار، فهنا ظرف التكرار الأول ما ينفعش، وهنا كمان ما ينفعش، وهنا ما ينفعش، يبقى هختار are sometimes. لازم احط الاول verb to be وبعدين احط معايا ظرف التكرار. السؤال نمبر 7 بيقول dad نقط coffee in the morning. عندنا هنا ايه؟ ظرف التكرار وفعل، قلنا بنحط ظرف التكرار وبعدين الفعل، تمام. بس انا عندي هنا dad مفرد، يبقى بالتالي الفعل لازم يتحط له اس، فاول واحده ظرف التكرار والفعل هتتحط له اس، يبقى تمام، هي دي الصحيحه. لان انا لازم احط، عشان داد مفرد لازم احط له للفعل احط له اس، يبقى اقول له always drinks coffee in the morning. number 8 بيقول mom not late for work. انا عندي هنا verb to be وظرف التكرار، يبقى بحط verb to be وبعدين ظرف التكرار، تمام. فانا عندي ده verb to be ماشي، دي ما تنفعش عشان دي ظرف التكرار الاول، ودي ما تنفعش ودي ما تنفعش عشان ظرف التكرار الاول، بالتالي انا قلت لازم احط verb to be بعدين ظرف التكرار، يبقى هختار معايا is never، تمام. السؤال اللي بعده نمبر 9 I know at walk to school it's near my house. بصوا معايا، هو بيقول لك ان المدرسه قريبه من البيت، يبقى بيقول لك عندنا ان هو بيتمشى للمدرسه، يبقى هو على طول بيتمشى للمدرسه، يبقى اقول I always، انا دايما بتمشى للمدرسه لانها المدرسه بتكون قريبه من بيتي. نمبر 10 my sister نقط eats fish she doesn't like it. هي مش بتحبه، يبقى هي ايه؟ استحالة تاكل السمك لان هي مش بتحبه، يبقى هقول never. we نقط early we don't come late for school. قالك ان هي ما بتجيش المدرسة متأخر، يبقى هي بتصحى اكيد بدري. هنا عندنا verb to be وظرف التكرار، يبقى احط verb to be الاول، فبالتالي ما تنفعش ودي ما تنفعش، يبقى هختار اما عندنا سي او اختار عندنا جيم. الفاعل وي، يبقى لازم يبقى معايا هنا احط ار، ما ينفعش عندنا وي او الاز، لا وي ار، لان مع الهي والشي والات باخد از، ومع الاي والوي واليو والزي باخد ار، فهنا وي هاخد ايه؟ هاخد ار. كل الكلام ده قلته شرحته عندي على القناة، زي ما قلت هسيب اللينك في اول كومنت تحت الفيديو. تعالوا بعد كده نحل مع بعض بيج 14. هنا عندنا السؤال الخاص read and write the correct form. يلا معايا. هنا بيقول ازاي late for school. اول حاجة معايا انا عندي هنا حط ايه؟ ظرف التكرار وفيرب تو بي، ما ينفعش، لازم احط الاول فيرب تو بي وبعدين احط ظرف التكرار، يبقى هقول are never. فريدة نقط studies hard she gets high marks. فريدة ايه؟ قالك بتدرس بجدية، هي حصلت على الدرجات العالية، يبقى بالتالي هي دايما، يبقى بالتالي هقول always، يعني هي دائما بتدرس بجدية، فهي حصلت على درجات عالية. سلمى نقط her mom. اول حاجة معايا عندي فعل وظرف التكرار، ما ينفعش، لازم احط طالما فعل احط ظرف التكرار وبعدين احط ايه؟ الفعل. طبعا الفعل هيكون فيه اس علشان سلمى مفرد. اللي بعده young، هنا عندنا kids، قالك create نقط، قالك creative، طالما قالك عندنا ظرف التكرار و verb to be، لا يبقى verb to be الأول وبعدين ظرف التكرار، ظرف التكرار. طب قالك I not eat breakfast before school to be healthy. يبقى ايه؟ قالك تناول الافطار يعني قبل المدرسة عشان تكون healthy، يبقى هقول له I always، يعني انا دائما اتناول الافطار قبل المدرسة. I not get up early I never get up late. يبقى تقريبا بيقول لك هنا ان انا دايما بستيقظ بدري، انا استحالة ان انا استيقظ يعني متأخر، يبقى هنا هقول له برضو always. اللي بعده بيقول camels eat meat. الكمام ما بتاكلش لحمة اصلا، فبالتالي هقول له never. اللي بعده بيقول علي نقط drinks tea he doesn't like it at all. علي ايه؟ بيشرب الشاي، هو ما بيحبهوش على الاطلاق، فبالتالي هقول له هو استحالة يشرب الشاي، يبقى هقول له علي never drinks tea. We not go to the park on weekends we are usually busy. بصوا
نحن استحالة نذهب للحديقة في العطلة لأن احنا دايما مشغولين. I not go to school on Fridays. بيقول لك I ايه، احنا بنذهب المدرسة ايام الجمعة. طبعا احنا ما بنذهبش المدرسة، يبقى اقول له I never. هنا بيقول الكاملز store water in their bodies، هقول له دايما. طبعا الجمال بتخزن المية في أجسامها، هقول always. snakes not dangerous، الثعابين هقول له are، وبعدين احط ظرف التكرار اللي هو always. we not for school late، احنا ايه المدرسة متأخر. هنا عندنا جو بعد كده never، لا احنا بنحط الأول الظرف وبعدين بحط الفعل جو. I not watch TV، I watch it only on Friday. بقول لك عندنا انا ايه التلفزيون اشاهده، انا وشاهده فقط ايام الجمعة، يبقى هقول له ايه I really. يعني ايه؟ يعني انا نادرا اشاهد التلفزيون، انا بشاهده بس ايام الجمعة. السؤال اللي بعده بيقول هنا snakes eat plants. طبعا احنا عارفين الثعابين ما بتاكلش نباتات، يبقى هقول له snakes never never. هنا how not do you wash your hands، هقول له how often، يعني كم مرة انت بتغسل ايدك. هنا بيقول cows not eat insects، عندي الابقار ايه بتاكل الحشرات. never، لان الابقار ما بتاكلش حشرات، هقول له never. مام نقط لانش. بصوا معايا هنا، انا عندي قلت لازم احط ظرف التكرار وبعدين هحط الفعل. طبعا الفعل فيه اس عشان مام مفرد. I not late for school، يعني بتأخر المدرسة. بصوا معايا هنا verb to be، وعندنا هنا ظرف التكرار، لازم احط الاول verb to be وبعدين احط ظرف التكرار. طب هنا عندنا برضو ظرف التكرار وفيرب تو بي، لا لازم احط الاول الفيرب تو بي وبعدين احط ظرف التكرار. طب هنا عندنا قالك ايه، حط الفعل وظرف التكرار، لا لازم احط الفعل وبعدين احط ظرف التكرار، احط ظرف التكرار وبعدين الفعل، سوري. هنا عندنا انس نقط بولايت، عندنا احط الاول فيرب تو بي وبعدين ظرف التكرار. تمام كده. تعالوا بعد كده نحل مع بعض، نحل كده الاكتيفيتيز اون ليسون 2. طبعا سؤال الاستماع بنحله لوحدنا. تعالوا معايا نحل كده سؤال تشوز. بيقول we not to school on Friday. طبعا هنا عندنا حط ظرف التكرار، يبقى ظرف بعد كده الفعل. طيب فين عندنا بيقول لك هنا ايام الجمعه، انا استحاله طبعا اروح مدرسه يوم الجمعه، يبقى بحط الاول الظرف وبعدين الفعل، يبقى هختار never go. اختار never goes، لا ما ينفعش. ليه؟ عشان معايا الفاعل وي، وطالما الفاعل وي يبقى بحط الفعل بدون اي حاجه. عندنا هنا snakes often eat small animals like نقط or lizards. الثعابين غالبا بتاكل الحيوانات الصغيرة like زي ايه؟ عندنا زي الراتس، زي الفئران والسحالب. insects give lizards، الحشرة بتاعتي السحالب تعطيها ايه؟ الانرجي، الطاقة. each animal in the desert has an important طبعا role، ليه دور مهم. camels eat، الجمال بتاكل plants، نباتات. نقط live in the desert، مين بيعيش في الصحراء؟ طبعا الفوكسز، الثعالب. نقط come out at night when it's cooler، مين اللي بتطلع بالليل لما عشان الجو يعني بيكون اكثر برودة؟ طبعا الاولز، البومة. طبعا دي بيجي معايا 15. تعالوا هنا بيقول many animals live in the desert، العديد من الحيوانات بتعيش في الصحراء. the desert is نقط and dry، يبقى الصحراء بتكون hot، حارة وجافة. snakes often eat small animals like rats or، الثعابين غالبا بتاكل حيوانات صغيرة زي الفئران أو الليزرز، السحالي. الكاملز eat، الجمال بتاكل هقوله plants، نباتات. some animals نقط under rocks، هقوله hide، بعض الحيوانات بتستخبى تحت الصخور. البيج اللي بعد كده معايا بيج 16. هنا عندنا بيقولك the desert is hot and dry، الصحراء بتكون حارة وجافة. but many animals live there، لكن حيوانات كتيرة بتعيش هناك. snakes often eat small animals like rats or lizards، الثعابين غالبا بتاكل حيوانات صغيرة زي الفئران أو السحالي. الكاملز live in the desert، الجمال بتعيش في الصحراء. عندنا هنا قالك true أيضا they eat plants to stay strong، هم بياكلوا نباتات علشان يبقوا أقوياء. الليزرز eat insects، السحالي بتاكل حشرات.
which give them energy اللي بتديهم الطاقة. some animals hide under rocks to stay cool during the day. عندنا هنا بيقولك ان بعض الحيوانات بتستخبى تحت الصخور عشان تبقى باردة اثناء النهار. others على عكس يعني او الباقيين like owls come out at night. الباقيين زي الاولز يعني بتطلع بالليل عشان الجو بيكون it's cooler أكثر برودة. each animal has an important role in the desert. كل حيوان بيكون له دور مهم في الصحراء. they help nature stay in balance. ده بيساعد الطبيعة إن هي تكون في حالة توازن. السؤال بيقول the desert is hot and الصحراء بتكون hot and dry يعني حارة وجافة. الأولز come out at البوم بتطلع امتى؟ هقوله at night بالليل. وبرضو lizards eat الليزرد اللي هي السحالي بتاكل ايه؟ قالك اهي eat insects. فدي إجابة السؤال نمبر 3. what the text about النص ده بيتكلم عن ايه؟ هقوله مثلا عن animals desert بيتكلم عن the animals desert يعني عن حيوانات الصحراء. فبالتالي هكتب له كده عندنا اهو السؤال نمبر 4 اقول the animals desert يعني حيوانات الصحراء. هنا بيقول why do some animals hide under rocks ليه بعض الحيوانات بتستخبى تحت الصخور. ادي معايا السؤال هقول له to stay cool during the day. فدي اجابة السؤال نمبر 5. السؤال خاص بالترتيب اول حاجة هقول له مجدي وبعدين بحط ظرف التكرار هقول له مجدي never drinks coffee at night. كده كام 6. هنا هقول له الكاملز هقول له eat تاكل plants هقول to stay strong عشان تبقى يعني قوية. هنا عندنا الكاملز بصوا معايا قالك eat grass هنا احط ايه هقول له ان هي always يعني دائما بتاكل ايه اعشاب. الليزرز هنا عندنا حط ظرف وبعدين الفعل الفيرب تو بي لا احط فيرب تو بي الاول وبعدين احط ظرف التكرار بس كده. بعد كده بتكلم هنا عندنا عن الانيمالز ان ذا ديزرت الحيوانات في الصحراء. جايب هنا هات كامل سنيك. تعالوا كده مع بعض نكتب الفقرة. هنقول the desert is very hot. Many animals live there. Camels are big and helpful. They walk on the sand and store water. Snakes also live in the hot desert. They look for small food to eat every day. نكون خلصنا حلقتنا النهارده. اتمنى لكم التوفيق والنجاح برجاء اللايك والشير للفيديو.